بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني كمان مره، وحشتوني. النهارده بقى عندنا يوم حلو جدا. نزلت اشتريت طلبات كانت ناقصاني. بصراحه انا ما اشتريتش من قبل العيد، لكن البيت بقى فاضي خالص، فقررت ان انا النهارده انزل اشتري كل الخضار اللي انا محتاجاه. فتعالي نبدا ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحط اللايك بتاعك. مش بس كده، لا ده احنا كمان هنعمل فطار حلو قوي، فطار ملوكي. طبعا العيال نايمين، انا طبعا صاحيه من بدري عقبال ما نزلت ورجعت، فحاسه اللي هو ايه، وقت غدا مش وقت فطار. فهعمل بقى فطار، يعني ممكن نمشيه ايه، ميكس ما بين الاتنين، فطار وغدا. انت هتعملي ايه؟ هوريكي دلوقتي كل حاجه على الطبيعه. فتعالي بس الاول نفضي الشنط ونشوف هنعمل ايه. لو انت اول مره تتفرجي على هبه، ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. الاسعار النهارده صدمتني. عايزه اقولك انا حاولت على قد ما اقدر ان انا الم الميزانيه شويه، وجبت كل الحاجات اللي انا محتاجاها ب100 جنيه بس. ازاي الاسعار دي جايباها منين؟ انا مش عارفه والله. تعالي بس احسب لك كل حاجه ونشوف انا جبت ايه. بس طبعا يختلف كميه البصل، لان انا جايبه هنا كميه بصل كبيره، انا ما حسبتهاش من ضمن ال100 جنيه. تمام كده؟ تمام. طب انتي حسبتي ايه وعملتي ايه؟ هحكي لك كل حاجه بالتفاصيل يا ست الكل. طبعا عايزه اقولك لو انتي برضو بتنزلي تشتري الخضار، قوليلي الاسعار اللي انا هقولك عليها زي عندك كده بعد العيد ولا لا. احنا بعد العيد بشويه، يعني النهارده الاتنين كام تقريبا، كام 15/6. فانا مش عارفه بقى بصراحه الاسعار عندكم عامله ازاي. فبيختلف بقى الاسعار من مكان لمكان. انا عندي البصل اللي هو الاحمر ده الكيلو ب12 جنيه، فانا جبت 3 كيلو زي ما انت شايفه كده. اللي حسبته من ضمن الحسبه بتاعتي هو كيلو واحد بس، اللي هو هيمشيني الاسبوع. اما ال2 كيلو اللي انا جبتهم زياده فدي تجويده مني انا، فانت لو مش عايزاهم يبقى خلاص نستغنى عنهم. احسبي بقى معايا وقوليلي في النهايه التكلفه هتطلع كام بالظبط. فجبت بقى معايا، بس احسبي على كيلو بصل واحد، اوعي تضحكي عليا وفي الاخر تقولي لي لا يا هبه مش 100 جنيه عشان انت حاسبه على 3 كيلو. جبت كمان الطماطم ب8 جنيه، جبت كيلو وربع طماطم ب10 جنيه. وصلنا لحد كام؟ ركزي بقى معايا في الحساب. الطماطم حلوة قوي وسعرها حلو، نقدر نشتري منها ونفرز كمان. عايزة اقول لكم في كمان اقل من السعر دوت، في ب6 وفي ب5، بس من غير ما تنقي، هو بيعبي كده على طول. جبت كمان ليمون، والليمون سعره 50 جنيه، 50 ولا 45؟ لا 50. فجبت منه ب15 جنيه، شوية الحلوين دول ب15 جنيه. ما عنديش ليمون خالص. عارفين اللي هو ايه، دماغي خانتني شويه، اللي انا عندي كميه ليمون كبيره قوي. بس بصراحه انا فعلا استخدمت في رمضان وقبل رمضان كميه ليمون كبيره، فانا خلصت من عندي في الفريزر. انا ما بحبش اشتريه طول ما هو غالي قوي كده، بس بصراحه لقيته حلو قوي النهارده، وانا ليا مزاج كده اللي انا اشرب عصير ليمون. طبعا انتوا عارفين الجو حر بقى ومحتاجين عصاير والكلام ده، فقلت يا بنتي يا هبه روقي على نفسك ب15 جنيه، مش هيحصل حاجه. جبت كمان ربع كيلو فلفل، وربع كيلو الفلفل ب4 جنيه. فلفل اللي هو الحراق دوت، حلو قوي وخطير كده، و يعني ساعات بيطلع حراق وساعات لا، ساعات قرن تلاقيه حراق قوي وساعات عادي كده هادي في الحنين. جبت كمان كوسه، والكوسه سعرها 12 جنيه، فجبت نص كيلو ب6 جنيه. الكوسه بقى لقيتها حلوه قوي بصراحه. انا مش جايبه حاجات محشي خالص، بس لقيت الكوسه حلوه. وبيني وبينك برضو كده من غير ما تقولي لحد، قولي لي سرك في بيري يا بنتي يا هبه، لقيت الكوسه حلوه قوي. فانا نفسي رايحه للكوسه الطبيخ. عارفين اللي هي الكوسه ممكن نطبخها، ممكن نعملها صينيه باللحمه المفرومه. عايزين ننوع بقى ونغير بقى، زهقنا من الاكل كله فعايزين تجديد شويه. فقلت اشتري نص كيلو كوسه تبقى حلوه كده وخطيره. في كوسه بتتباع ب8 جنيه بس حجمها كبير قوي، انا بصراحه مرضتش اجيب اللي هي الكبيره قوي. الجزر سعره 8 جنيه، جبت كيلو جزر. الجزر بيبقى حلو قوي طبعا. تقدري تفرزي منه الايام ديت لو انت حابه، بس هو كان سعره الاول ارخص لما البسله بتبقى موجوده. حاولي تجيبي الجزرايه اللي تبقى من قدام مدببه كده، ما تبقاش رفيعه عشان تطلع مسكره معاكي لو انت هتقرقشي انت والعيال في السهره بالليل.
لو وصلت بقى معايا لحد هنا يلا بسرعة صلي على الرسول في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. جبت كمان كيلو بتنجان، والبتنجان دوت عامل 10 جنيه. جبت كيلو علشان خاطر اعمل ايه شوية مسقعة حلوة كده. حاولي تنقي البتنجانية الخفيفة، مش هتوزن معاكي وهتجيبي كمية اكبر. وكمان الاحلى ومن الميزان اللي هي من جوه هتبقى معاكي خطيرة من غير ما تبقى مبزرة ولا اي حاجة خالص. التقيلة بتبقى من جواها في بذر كتير. وخلي بالك البتنجان الايام ديت اللي موجود في الاسواق كله تقيل، فوانتي بتنقي ركزي في التنقية يا جماعة. جبت كمان بقى فلفل رومي، والفلفل الرومي سعره 12 جنيه، فجبت نص كيلو ب6 جنيه. بس بصراحة الفلفل الرومي مش عاجبني قوي، حاسه اللي هو مش احلى حاجة. ليه بقى؟ انا بحب الفلفلايه اللي هي بتبقى صغيرة شوية، عارفين الفلفل اللي هو بتاع الحشو دوت اللي انا بحبه. بس بما اني يعني مش جايبة محشي هعمل محشي، فنقيته بقى اللي هو اللي موجود وخلاص. جبت كمان خيار، وجبت كيلو خيار، وكيلو الخيار عامل 12 جنيه. بس الخيار برضو اللي موجود كبير قوي. بصي حجم الخيارية قد ايه، بس طعمه حلو يعني. لما قطعته كده للولاد لقيته طعمه حلو بصراحة، عجبني. بتحسبي ورايا ولا سايباني عمالة اقول الاسعار من غير ما تحسبي؟ جبت كمان بتنجان، والبتنجان اللي انا جبته بتنجان اللي هو العروس. بس للاسف كان نفسي اشتري بتنجان ابيض للمحشي. كنت عايزه اعمل اكله محشي كده للولاد، بقالنا كتير ما عملناهاش، مش كتير قوي يعني، في العيد كنا عاملينها. لكن بتنجان اللي لقيته كله بتاع الحشو اللي هو البتنجان الابيض اكبر من اللي انا ماسكاها ديت كده، فبصراحه ما عجبنيش خالص. بصي انا بحب اجيب البتنجانيه صغيره كده تاكل على قطمتين، ولو ينفع قضمه واحده ماشي، لكن كبيره قوي تاخد كميه رز رهيبه، وانا جايبه الرز عشان استخدمه للمحشي بس لا طبعا. فكنسلت بقى المحشي خالص من الاسبوع دوت. او ممكن اطلع ورق عنب واعمل مثلا، لو طلعت في دماغي اعمل محشي اعمل ورق عنب. بحب البتنجان قد اللي انت شفتيه ديت كده. جبت نص كيلو بتنجان اللي هو العروس ده. الكيلو عامل 10 جنيه، جبت نص كيلو ب5. جبت بقى كمان بطاطس، والبطاطس هناك انا مش بحب نوع البطاطس دي. انا بحب البطاطس اللي هي عارفين البطاطس اللي تبقى قد كف الايد، اللي هي المبططه، اللي بتبقى تحسيها اللي قشرتها رقيقه قوي، وتحسيها كمان اللي هي فيها رمل شويه. البطاطس دي انا بعشقها يا جماعه. لكن للاسف ما لقيتش غير البطاطس اللي هي فيها جزء احمر دوت. البطاطس سعرها 8 جنيه، وفي ب10، وفي كمان ب6 جنيه اللي هي صغيره قوي اللي هي بتاعه السليق. فانا جبت 3 كيلو بطاطس. احسبي بقى كده الحساب كام. 3 كيلو بطاطس الكيلو ب8 جنيه، يعني 24 جنيه. 24 3 في 8 ب24. ايوه انا شاطره في الحساب يا جماعه والله. فطبعا انا كسرت ال100 جنيه. الشاطره اللي هتقولي انا دفعت كام بالظبط من غير ما نحسب ال2 كيلو بتوع البصل. تعالي بعد كده بقى اقولك على اسعار بعض الفاكهه. التفاح البلدي سعره 45 جنيه، وفي ب50 وفي ب45. عندي الفكهاني بيبقى ب60 جنيه. التفاح الامريكاني سعره 85 جنيه، الموز سعره 35، العنب ب40، الكنتالوب مش عارفه سعره كام، ما خدتش بالي قوي. المهم بعد بقى ما خلصت كل حاجة وظبطت الخضار في قلب التلاجة والدنيا بقت عندي تمام وزي الفل، فتعالي قبل ما نعمل الغدا نضحك عليهم بأكلة حلوة، بحيث ان احنا نقعد شوية نستريح ونرتاح ونظبط يومنا، والموضوع يبقى سهل ومحدش يدخل المطبخ ويقعد يقولك يا ماما فين الاكل، انت هتخلصيه امتى، انا جعان والحاجات دي. لا، احنا نأكلهم ونظبطهم، نرتاح شوية ونقوم بقى نعمل الاكل بتاعنا على رواقه. هنعمل ايه؟ هنعمل فطار، والفطار بتاعنا النهارده حلو كده ومختلف. يمكن بقالي كتير ما عملتوش معاكم، لكن هيعجبكم. تقدري تاخدي الافكار ديت وتنفذيها. فكرة فطار حلوة قوي اليوم الجمعة، كلكم متجمعين، او شوفوا الاجازة عندكم بتبقى يوم ايه. كلكم تكونوا متجمعين في اليوم ده وتعملي الفطار الحلو ده. ممكن تاخديها فكرة غدا تبقى خطيرة للناس اللي بتتعشى، ممكن تعمليها فكرة عشاء. الله الله. هنا قشرت حبايه واحده من البطاطس، والبطاطس دي اللي كانت متوفره عندي، بطاطس اللي هي الكبيره اللي انا لسه كنت بحكي لك عليها. بصراحه بتعجبني قوي، وبحسها اللي هي بتبقى طعمها حلو قوي في التحمير. بعد ما قشرتها غسلتها، وبعد ما غسلتها قطعتها. هتغسليها تاني؟ لا مش هغسلها تاني، هحط عليها رشه ملح. ركزي في الخطوات. وبعد كده هديها تقليبه، واكون محضره بقى معايا طاسه فيها زيت. الزيت دوت انا قليت فيه بطاطس قبل كده، يعني مش زيت نضيف.
بس البطاطس اللي كنت قليها قبل كده انا كنت مكسراها بالشوكة، فلما بتتكسر بالشوكة بتنزل فتافيت في قلب الزيت في ارضية الزيت بالشكل ده. يعني الزيت ده مستخدم قبل كده امبارح بالليل. حطيت بقى البطاطس على الزيت وهو لسه بارد، مش سخن. ما تحطيش البطاطس الطريقه اللي انا بقولك عليها دي، ما تحطهاش في الزيت وهو سخن، لا بلاش تعملي تش، لا مش عايزين نعمل تش النهارده، خليها اليوم تاني. حطي البطاطس وهو الزيت بارد، هتطلع لك احلى واطعم بطاطس. معايا كيس طعميه، والطعميه دي احنا عاملينها مع بعض قبل كده. انا بحط الكيس متبطط في الفريزر بحيث ان انا لما اطلعه يفك معايا بسرعه. انا اول ما دخلت من باب الشقه بصراحه كنت جعانه، فقلت اصور معاكم الخضار بسرعه، طلعت كيس الطعميه قبل ما اصور. حطيت عليه حبيتين من البيض، المفروض بيضايه واحده عشان ما نضحكش على بعضينا يعني، بس انا حطيت 2. قلت اللي انا ايه، بدل ما اعمل بقى طعميه بيض بالسمنه، لا انا احط البيضتين على الطعميه واخلي الولاد كلهم ياكلوا. حطيت بقى رشه ملح ورشه فلفل اسود عشان البيض، لكن انا مملحه الطعميه بتاعتي وكويسه جدا معايا. هربها بقى كويس قوي، تربيها كويس قوي، يعني حاولي على قد ما تقدري تقلبيها قوي معاكي. صليتي على الرسول؟ طب صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ادعي كتير واستغفري اكتر واحمدي ربنا كتير على كل حاجه بيديها. حاولي على قد ما تقدري يبقى عندك يقين في الله، اللي ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك في كل حاجه انت بتعمليها. خلي وصفي النيه كده من جواكي، هتلاقي كل حاجه تمام. بعد ما ربيت الطعميه بتاعتي كويس جدا بالشكل دوت كده، ركنتها بقى على جنب، وجبت معايا المقلايه ديت واحط فيها فول، والفول ده انا مدمساه، بطلعه من القدره. انا كنت مدبساه من يومين بس ما فضيتهوش، شلته زي ما هو في التلاجة بالقدره بتاعته. ممكن تفضيه وتحطيه في علبه في قلب التلاجة وتاخدي منه بمعلقه نظيفه. انا دلوقتي اخدت معلقه نظيفه. وممكن كمان تشيليه في الفريزر لو مش هتستخدميه كل يوم. نقلت بقى البطاطس على العين التانية وحطيت هنا الفول انا بسخنه بالميه، ما بسخنهوش بالزيت. بعد كده بقى حضرت بقى معايا الطماطم، غسلت طماطمايه كده حلوه من الخضار اللي انا لسه جايباه. انا كده كده بحط الخضار اصلا مغسول في التلاجة، بس لما بطلعه بديله شطفه. بس بما اني يعني اللي انا عارفه ان انا هستخدم طماطم وخيار وكده، فما شلتش الطماطم يعني في التلاجة. هقطعها بالشكل دوت كده، واقطع كمان خيارية. الخيارية بقى ايه، مش عايزه كتير يعني، مش عايزه خيار كتير، فحاولت ان انا نقيت واحده صغيره بس من في وسط الخيار اللي انا جايباه الكبير قوي ده. هقطعها بالشكل دوت بس كده، عشان مش عايزه حاجه تفيض واحط حاجه في التلاجة بقى واطبق والكلام اللي انتوا عارفينه ده. ده بقى طبق يعتبر طبق سلطه او طبق خضار يعني. لو حابه تحطي فلفل حطي براحتك، تقطعي فلفل. انا استغنيت عن الفلفل لاني هحط بتنجان مخلل دلوقتي. حطيت شويه ملح على الطماطم. وتعالي نرجع للفول ونشوف اخباره ايه. بدأ اللي هو يغلي معايا. هحط معلقه كبيره من الطحينه. بصي بقى الفول انا بحبه قوي بالطريقه ديت. الطريقه دي بصي كل طريقه للفول بتديكي طعم مختلف. حطيت كده عصرة ليمونة، بس معرفتش اعصرها قوي لان الليمون ده كان عندي في التلاجة فناشف شوية، قلت استغله يعني واسيب اللي انا لسه جايباه. عصرتها بقى بالعصارة، عصرت معايا اهي الحمد لله. جابت قماش. خلاص كده دي عصرة الليمون اللي انا محتاجاها. هحط بقى شوية ملح، شوية كمون، شوية ملح حلوين. طبعا انا مشغله النار على الفول بس مهدياها قوي يعني، بعد ما سخن معايا هديت النار بقى. وحطيت شوية كمون، وهحط بقى شوية زيت، ما بحطش اي حاجة تانية. شوية زيت بقى حلوين كده عشان نقلب بقى كله مع بعض، والطحينة كمان تتقلب مع الفول. بصي لما بتعملي فول في القدرة وتحطي وتطلعي من القدرة على طول في الطبق وتعصري عليه ليمون وتعصري عليه ملح، اسفة، وتحطي رشة الملح وتعصري ليمون وتحطي شوية زيت وتقلبيه وتاكلي، ده طعم. لما بتحطيه على النار متسخن
وتحطي عليه بقى طحينة وليمون وكمون وشوية ملح وشوية زيت، ده طعم تاني خالص. ده طعم وده طعم، فسبحان الله. لما بتعمليه بمعلقة سمنة برضو ليه طعم تاني، لما بتعمليه بالثوم ليه طعم، لما بتعمليه بالطماطم ليه طعم. فالفول معانا كتير قوي، اشكاله كتير والوانه كتير، ففي النهاية بتطلع وجبة طعمها حلو يعني. بعد بقى ما خلصت الفول كده طفيت النار. هنا بقى هعمل ايه؟ هحضر معايا كده جبنة قريش. انا من عشاق الجبنة القريش يا جماعة. كنت الاول مفيش فهم بيني وبينها، لكن دلوقتي بقيت من انصارها يعني. الجبنة القريش اللي انا بستخدمها بحسها اللي هي جبنة كده طعمها كريمية زي القشطة، من غير ملح خالص، بتبقى خطيرة كده. هرش عليها شوية زيت، ودوت اختياري، ممكن تستبدليه بزيت الزيتون يعني، بس بما اني يعني مش عاملين دايت فنحط زيت عادي. هحط بقى شوية كمون كده حلوين، واحط ايه حاجة بسيطة كده من الشطة. جربي بقى تحطي الحاجتين دول على الجبنة القريش، بتخلي طعمها رايح في حتة تانية خالص. كمان بقى لو عندك حبة البركة، رشة بسيطة كده من حبة البركة على الجبنة، يا سلام، احلى طبق جبنة قريش. تقدري تحطي طماطم لو انت حابة. كل دوت البطاطس على النار. هنزل بقى بالطعمية. انا هعمل قرص طعمية كبير، او هعمل عجة، اسمها عجة يعني، بتبقى حلوة قوي وطعمها حلو كده يا جماعة. جربوها وادعولي. كمان الطعمية بقى معمولة في البيت، والفول معمول في البيت، وكل حاجة. كان ممكن اللي انا اعمل قرص طعمية، اقراص طعمية صغيرة من غير بيض، واخد البيض واعمله بيض بالسمنة، بس انا حاولت على قد ما اقدر اللي انا اعمل الحاجة اللي الولاد بيحبوها. اللي انا لما بعمل الطعمية من غير بيض الولاد مش بيحبوها قوي، لكن لما بحط فيها بيض بحس ان هما بيميلوا ليها اكتر. فانا هنا استغنيت عن البيض المقلي وحطيته في قلب الطعمية وعملت طبق حلو قوي. الطعمية دي بقى بتتقطع كده على 4، بتتقطع على 5، على حسب بقى الايه عدد الاسرة اللي موجودين يعني، بس في النهاية بتبقى حاجة طعمها حلو. هقلبها بقى على الناحية التانية. البطاطس خلاص خلصت معايا. ولعت على الفول عشان يسخن تاني شوية، لان مش بحب الفول ساقع خالص، لازم يكون سخن جدا. وطبعا وانا جاية كنت جايبة معايا عيش سخن، مش سخن قوي يعني، عشان لو سخن قوي كان هيعرق معايا في الشنطة. بس صابح يعني. حطيت الفول على طبقين وبس كده خلاص. طبعا في الوقت دوت كان الظهر اذن، فالناس اللي صاحيه من بدري بالنسبه لها ده غدا، الناس اللي لسه صاحيه بالنسبه لها ده فطار. تعالي بقى نحضر مع بعض السفره بتاعتنا ونشوف شكلها عامل ازاي في النهايه. الله على شويه البطاطس بقى، وعليهم رشه ملح خطيره. هي كده كده مش محتاجه ملح، احنا حاطين اصلا الملح، فهتلاقيها متملحه وطعمها حلو قوي. جربيها بطريقتي وادعيلي. ده قرص الطعميه والفول، وكمان الطماطم والخيار. كنت عامله معاكم وانا بعمل الباميه، كنت عامله بتنجان مخلل ومعاه فلفل مخلل، فحطيت شويه في طبق كده برضو لزوم الحركات. والجبنه القريش والعيش بتاعنا، بس كده خلاص. ما تنسيش بقى تحت في الكومنتات تكتبي لي صرفت كام في فيديو مشتريات الخضار، لان هستناكي تقولي لي الرقم بالظبط. وده شكل بقى الفطار او الغدا، ميكس ما بين الاتنين، اكلة سهلة وسريعة وطعمها حلو. يلا خدي فكرة ونفذيها، سواء في فطار او في غدا او في عشاء، بطريقة حلوة جدا. ولو عايزة طريقة اي حاجة من اللي انا عاملاها ديت قولي لي في الكومنتات، وانا اقولك الطريقة او انزلها لك باذن الله، سواء الطعمية او الفول فتلاقيها موجودة على القناة. بس لو عايزاهم قولي لي برضه. بتنجان المخلل كنت عاملاه معاكم مع البامية. احبكم جدا، شكرا جدا ليكم، شكرا لكلامكم الحلو. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، امين يا رب العالمين. ويدوم المحبة اللي بينا. بحبكم جدا. السلام عليكم.